1-0 والخروج امام منتخب كرواتيا بالدور الربع النهائي. في هذه الكره الثابته اشرف حكيمي وحكيم زياش كيرفع الكره، فرصه وخروج الحارس، خروج لفينيسيوس جونيور. الاعتماد دائما على اللاعب فينيسيوس من اجل قياده الهجوم مره اخرى. فينيسيوس جونيور كيمرر في الجهه اليسرى عند لوكاس تولينتينو، خطيره، فرصه المنتخب البرازيلي. سنتابع هذه المحاوله التمريره. كان هناك وضعيه تسلل، تدخل، كذلك الخروج كان خروج موفق. و عز الدين أولاحي، حكيم زياش، تمريره ممتازه، فرصه بيد المنتخب الوطني المغربي. يوسف نصيري، فرصه بالراتشو، تمريره والقراءه الممتازه لمساحه الملعب. نصير مزراوي خد الكره بالصدر، يسدد كره لمرمى الحارس ويفرتون. ابرز فرصه لفائده اللي كان قريب من تحقيق اولى اهداف في هذه المباراه. لاحظوا نصير طريقه ممتازه وبسنتيمترات. اذا محاوله كانت جاده للتسجيل بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي بواسطه نصير مزراوي، اللاعب اللي كنعرفوا امكانياته الكبيره. كذلك ازدواج يلعب ادوار خطيره ولكن من ابعاد الكره ياسين بونو نيكولا. ونتابع التمريره الخاطئه. كان البحث عن نصير مزراوي لحسن الحظ بان العوده ديال ياسين بونو امام اللاعب كره امام الارقام 51% للمنتخب الوطني المغربي. كره طويله اشرف حكيمي، خروج ياسين بونو، خروج خاطئ والهدف، والهدف الاول لفائده المنتخب البرازيلي. في الوقت اللي هناك وضعيه تسلل في الوقت اللي في انتظار ما كانش بشكل جيد. لاحظوا ولو انه خرج باش انه يدخل ويبعد الكره وطلعت الكره، مهم بالنسبه للعناصر الوطنيه. اذا هناك تسلل، اذا هناك وضعيه تسلل. تعتبر واحد من افضل الحراس على مستوى العالم. تابعوا المحاوله حكيم زياش، هناك خطا، كان هناك تدخل، محاوله بلال الخنوس ولكن استرجاع المنتخب البرازيلي. تابعوا المحاوله، بوفال، فرصه بوفال، وسط سفيان بوفال. التمريره كان خطا على مستوى التمرير بلال الخنوس ثم استرجاع الكره. لاحظوا المناطق ديال المنتخب البرازيلي، تمريره ممتازه ثم اختارت المرقص وضع الكره بهذا الشكل وبهذه الطريقه وبهذه الجماليه، واللي خلى ما كاين اي رده فعل لويفرتون. تابعوا هذه المحاوله في الشباك وفرحه كبيره للاعبي المنتخب الوطني المغربي. تابعوا من جديد سفيان بوفال، اختار الكره بشكل مبرمج بالصدر الظهر عفوا، فما تمكنش ويفرتون من ابعاد حدث منخطئ النظير. وكنعرفوا الشغف ديال الجمهور المغربي. هذه فرصه خطيره وتخطئ على مرمى، تسديده للاعب كذلك من اللاعبين اللي كانت تلقى اشاده كل كيتذكرها من مدرب اسمه لويس انريكي. شاف كره في يعمل يوسف نصيري، تمريره، فرصه حكيم زياش، فرصه الهدف حكيم زياش على المستوى الجهه اليمنى. لاحظوا الانطلاقه، مرر بشات الكره بشكل ممتاز. واحد تمرير ايضا لمرمى الحارس ويفرتون. عز الدين أولاحي لسفيان بوفال، المنتخب الوطني المغربي قائم جوله اولى مثاليه، فرصه وبالتالي نتابعوا من جديد. عز الدين أولاحي خدا الكره، سدد، اعتقد الكره لعبها ميليتاو. غادي نتابعوها من زاويه اخرى. عز الدين أولاحي سدد الكره بالفعل وتغيير المسار ديالها المنتخب البرازيلي. رفعت الكره، تدخل ممتاز لسفيان ابرابط، سفيان بوفال كيبعد الكره ليوسف عنصيري. كان هناك تغطيه طرف اللاعب اليكس وفينيسيوس جونيور. كان لاحظوا بانه كان شيء ما تقدم ديال ياسين بونو، يسدد يبحث عن القائم الثاني. تواجد المغربي بامكانه تشكل خطوره. عز الدين أولاحي مشى الكره في الجهه اليمنى عند حكيم زياش غادي يعمل حكيم زياش، فرصه وممتازه من عز الدين أولاحي. غادي يعمل عز الدين أولاحي تمريره، فرصه، تدخل ديال اليكس نيكولا. منافسات المجموعه 11. بالتالي استعداد كذلك لهذا الحكيم. انطلاقه من الجهه اليمنى، فرصه لبعدة المنتخب الوطني المغربي مره اخرى. اشرف حكيمي حاول يمرر امام لاعبين كبار
لكن هذا تدخل ياسين بونو امام رودريغو. مرة اخرى تعود لفائدة المنتخب الوطني المغربي. صراحة العناصر الوطنية لاعبة بدون مركب نقص. يوسف العنصيري يسدد الكرة كتضرب في دفاع المنتخب البرازيلي. فرصة فرصة فرصة. عز الدين أناحي وتدخل الجهة اليمنى بالفعل عند اللاعب إيمرسون داخل منطقة الجزاء. محاولة خطيرة. تدخل الدفاع دائما. فرصة تدخل وإبعاد الكرة. 6 لاعبين برازيليين داخل منطقة الجزاء. لعبت كرة رأسية خطيرة على بدون إبعاد الكرة. ممتاز. وتدخل ممتاز للعبيد غانم سيس الذي يتدخل ويبعد الكرة في الوقت اللي مشات الكرة لدوس سانتوس اللي دخل منذ قليل. كانت المطالبه بخطا بلمسه يد في الوقت اللي استرجع الكره امام يوسف العنصيري. خطيره هدف تاع عبيد كاسيميرو. بونو كان بامكانه انه يتابع مره اخرى. كان خطا على مستوى التمرير. استرجاع الكره من طرف لوكاس طرف اللاعب والعبيد كاسيميرو اللي كيوضع الكره في الشباك. هدف اول المنتخب البرازيلي. اذا كاسيميرو كارلوس منطقة الجزاء. فرصة نصير مزراوي. إمكانية تمرير داخل منطقة الجزاء. ترفع الكرة. فرصة رأسية. كانت رأسية والمحاولة الأخرى. يحيى عطية رفع الكرة. فرصة هدف. هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي. اللاعب الصابري عبد الحارس ويفرتون. والمنتخب الوطني المغربي يتمكن من انه ينتزع مره اخرى تقدم امام منتخب البرازيل. تابعوا المحاوله. قطعت الكره في البدايه للاعب وليد حميد الصابري هو من تمكن من التسديد. قوه لعب لتغيير اخر. خروج إيمرسون ودخول اللاعب والمتميز امام منتخب السيليساو. اذا نهايه المباراه بفوز مستحق لهدف واحد. هدف سفيان بوفال وعبد الحميد المنتخب البرازيلي. فرحة